السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل متابعيني الجمال. يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد خلاص على الابواب، وكلنا بندور على كحك العيد وعايزين نعرف انهي احسن كحك موجود دلوقتي في الاسواق. انا جايبه لكم كحك العبد وكحك اتوال وكمان سيبس طبعا غني عن التعريف، وكمان معايا ويدر. كنت كمان هجيب لكم لابوار، بس لابوار مش محتاج ان انا ادخله معايا في المنافسة او المقارنة، لان هو بصراحة حاجته جميلة جدا بس سعره عالي شوية. فحبيت اعمل الكحك اللي في متناول الجميع يعني، وحاجة كويسة، واشوف مين اللي ضرب والسهم بتاعه طلع لفوق ومين اللي انضرب والسهم بتاعه نزل لتحت. هنبدأ بأول حاجة بكحك العبد. كحك العبد النص كيلو فيه ب120 جنيه، والعلبة زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا ده المنيو معايا انا، يعني حاولوا ان انتوا لو عايزين تعرفوا وتثبتوا الصورة وتعرفوا. الكحك السادة الكيلو ب230 والنص ب120، ده اللي انا جبته. انا جبت السادة علشان خاطر اقدر اقيم عجينة الكحك نفسها مين فيهم احسن واحد عمل الكحك يعني. طبعا الحشوة هي يعني اهم حاجة العجينة نفسها، وزي ما انتوا عايزين بقى تشتروا الحشوة اللي تعجبكم. وعنده مشكل، وعنده عنده طبعا بيتيفور وبسكويت وغريبة وكل حاجة موجودة عنده. وطبعا زي ما انتوا عارفين هو موجود فروع كتيرة جدا ليه في كل مكان، وكمان بيبقى فيه في كارفور العلب بتاعته منزلها هناك في كارفور يعني. يلا نفتح بقى ونشوف الاخبار ايه عند العبد. العلبة كده زي ما انتوا شايفينها فيها حوالي 16 قطعة، 16 كحكاية. وطبعا معاها الكيس السكر البودر والعلبة اللي احنا بنحط فيها السكر عشان نرش على الكحك بتاعنا. طبعا اول حاجة حسيت ان الكحك هو مشقق سنة، مش عارفة بقى صراحة اتخبط مننا واحنا جايين ولا هو ناعم بزيادة فمش مستحمل. دلوقتي هشوف وهقول لكم. هفضي بقى هنا السكر كده عشان ايه ندوقه كده من غير السكر وبالسكر. الكحكاية حساها ان هي تقيلة كده شوية، والطعم بقى اللي هيحكم. بسم الله. حلوة حلوة، والسمنة كده واضحة فيها بصراحة، زي كحك زمان، جميلة جدا. اول كحك معايا العبد بصراحة حلو قوي وعجبني. هحط سكر كمان عشان خاطر احكم برضو بالسكر، وندوق الجماهير اللي معانا كده ويقولوا لنا برضو رأيهم ايه في كحك العبد. خلاص كفاية، عجباني قوي. نكمل بقى الكحكة بتاعتي كده. حلو جدا، حلو جدا جدا جدا، عجبني قوي على فكرة. هو يعني تقيل كده وعامل زي كحك زمان، والسمنة واضحة كده زي السمنة البلدي، وطعمه حلو قوي. يلا نروح نشوف اتوال. اتوال ده يا جماعة يعني ما شاء الله عليه، هو ضرب كده، ومن ساعة ما عمل الكنافة والفروع بتاعته ما شاء الله اللهم بارك يعني. وكل اللي بيشتري من عنده بيشكر فيه. طبعا احنا بنجيب من عنده حلويات وكده، بس يعني اول سنة السنة دي ان انا هجيب من عنده كحك العيد. طبعا زي ما انتوا شايفين كده العلبة فيها اللي هو العلب الصغيرة الباكيتجات ديت، كل واحد فيه تقريبا 6، 3 و3، 6 كحكات. وحاطط برضو اكياس السكر، بس انا مش هفتح بقى، انا كده كده معايا بتاعت العبد هكمل بيها. نفتح بقى وندوق. بسم الله. هو الكحك حلو خفيف كده، خفيف، وتحس ان هو يعني مش عارفه، حاسه ان الكحكايه كده خفيفه كده. بصوا من جوه عامله ازاي، ناعم برضو على فكره. كطعم هو حلو، مش بيلكم يعني، مش بيلزق كده في سقف البق تتلكم كده، لا.
انا حسيت ان هو حلو يعني. برضو يعني ما اقدرش اقول ان هو وحش، هو حلو جدا خفيف. بس العبد يكسب برضو شوية عشان خاطر هو فيه طعم زمان. نيجي بقى للتسيبس، حاجته طبعا جميلة كلنا عارفينها، بس مش عارفة هم بيبيعوا هو ولا نص كيلو ولا يعني هو بالعلبة الصغيرة دي، هم حاطين علب صغيرة كده فيها تقريبا 16 واحدة، وما حصلتش برضو نص كيلو، وب95 جنيه. وحاطين السكر كده في كيس زي ما انتم شايفين كده. يعني تقريبا كل الحاجات اللي عندهم حاطينها في العلب الشفافة ديت، وبعد كده بيحطوها لنا في العلبة الكرتون بتاعتهم. يلا نفتح بقى كده ونشوف طعمه ايه. يا ترى مين هيكسب معايا؟ انتوا عارفين اللي هيكسب معايا الكحك احسن كحك. انا هكمل ان شاء الله وهجيب من عنده البسكوت والبيتي فور. طبعا مش هيبقى رأيي لوحدي، هيبقى رأيي ورأي الناس اللي معايا في البيت عشان خاطر ما بقاش ظلمت حد يعني. الكحكايه بتاعت سيبس حاساها ان هي مهبطه كده، مش عارفه ليه يعني، يعني هبطانه كده. لكن هي بصراحه ريحتها حلوه، السمنه فيها حلوه، وكمان وناعمه. ما اقدرش اتكلم على النعومه يعني بتاعت الكحكايه، لا هي حلوه بصراحه برضو. لكن حاسه ان هي هبطانه كده، مش عارفه مهبطه ليه. زي ما انتوا شايفين كده معايا، هي حلوه قوي قوي برضو وخفيفه. يعني حاسه برضو ان هي خفيفه. هي كانت اتقل كحكايه معايا كانت كحك العبد، لكن كطعم حلو جدا برضو مش وحش. بس حاسه ان هو يعني سعره عالي شويه. نيجي بقى لأويدر. أويدر يا جماعة بصوا يعني بيقدم حاجات حلوة جدا جدا، أنا عارفاه من زمان. يعني ما يتخيرش عن لابور والله. بس هو سعره غالي شوية. يعني أنا جبت النص كيلو من الكحك ده ب187 جنيه. هو محطوط عليه السكر جاهز، لكن ريحته اول ما فتحت الكرتونه كده يعني حسيت كده بكحك زمان. فين ايام زمان بقى والصاجات وكانوا يقعدوا يعملوا الكحك بس في الاخر يعني كانوا بيتعبوا برضه والله، الله يرحمهم جميعا بقى. دلوقتي بنجيب الكحك يا ولاد في باكيتات زي البسكويت في السوبر ماركت. اللي يعيش يا ما يشوف. عايزه اقول لكم ان كحك ويدر حلو جدا جدا جدا، عجبني قوي 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 قوي. طبعا بعد مناقشات وآراء مختلفة قررنا ان احنا نكمل الفيديو بتاعنا ونكمل البسكوت والبيتي فور من عند اتوال، طبعا برأي الأغلبية. لكن انا كنت يعني كرأيي يعني ويدر كان احلى كحك في الكحك اللي انا دقته بصراحة. طيب هنشوف بقى اتوال عاملة ايه كمان في البسكوت وفي البيتي فور بتاعها. عاملة البسكوت انا جبت نص نشادر ونص شوكولاتة. النشادر ب110 النص كيلو اللي هو 32 قطعة، والشوكولاتة ب120 جنيه برضو، يعني فرق 10 جنيه في النص كيلو، يعني 20 جنيه في الايه في الكيلو. النص كيلو برضو 32 قطعة. والبيتي فور جبته ب150 جنيه النص كيلو. طبعا زيه زي الكحك برضو عاملين كده في علب، وكل علبة فيها اللي هم ال8 بسكويت او ال9 بسكويت. تمام. هنفتح بقى ونشوف وندوق ونقول لكم ايه رأينا في بسكوت اتوال بناء على طلب الجماهير اللي معانا. طبعا البسكوت حاسه ان هو خفيف كده حلو ومش وحش، وريحته حلوة برضو. ده تحس ان هو بالزبدة كده وخفيف. بسم الله وادوق واقول لكم. حلو قوي، حلو جدا. لا بصراحة حلو، وهيبقى حلو قوي قوي مع الشاي بلبن الصبح ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. بيدوب كده في البق وخفيف. نيجي بقى للبسكوت التاني اللي هو بالشوكولاتة. برضو 32 قطعة زي ما قلتلكم، وفرق 20 جنيه في الكيلو. نفتح بقى كده ونشوف. قافلينها بالضبة والمفتاح. برضو مقسمينها كده لكل 8 بسكويتات في علبة لوحدهم ومتغلف.
نفس التاني بالظبط، هو نفس الشكل، وطبعا خفيف، والريحة هي بس طبعا الفرق اللي بينه وبين التاني ان هو ده دارك بالشوكولاتة. طيب البيتي فور بقى، عشان مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، البيتي فور 32 قطعة برضو، ده بما يعادل نص كيلو ب150 جنيه. هو قال ان هو مشكل. طبعا انا بحب جدا جدا برضو بالامانه البيتي فور بتاع العبد، حلو قوي 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 قوي. بيبقى فيه تشكيله حلوه وجميله وطعمه هو تقيل شويه برضو زي الكحك، بس بصراحه انا بحبه. فبرضو عشان اكون معاكم بمنتهى الامانه، ده خفيف، ده حسيته ان هو بصوا حاطين واحدة بس اللي هم 8 قطع دول متغلفين بالشوكولاتة يعني من على البيتيفورا، وفي اتنين سادة، وفي واحدة شوكولاتة بس مش عليها شوكولاتة من بره، ده باللوز. وده اللي هو السادة ده حاطين عليها بندقة. وهفتح كده وهقول لكم ان شاء الله الاخبار ايه. طبعا اتوال بيتميز ان هو حاجته خفيفة، عارفين انتوا تحسوا ان هو ايه، خفيف كده، مش بيلكم زي ما قلت لكم يعني في اول الفيديو. حاطين كريمة في النص. هم. حلو حلو عادي يعني، عارفين ان هو خفيف وطعمه حلو وعادي، ما حسيتوش ان هو يعني اكيد فاهمين انا اقصد ايه. نشوف كده بولوز ده، 8 هنا و8 هنا، خدي ده ودوقي ده، عبال ما يجي العيد نكون كلنا الحمد لله وخلص. الف هنا وشفا طبعا. او اتنين لازين في بعض والله يا جماعه، انا بعمل البيتي فور ده. بس يلا بقى ان شاء الله السنه الجايه اوريكم البيتي فور بتاعي، ونلزقه كده ونزينه ويبقى شكل تاني خالص. خساره. المهم يعني ده بقى، بصوا ده حلو برضه، بلوز ده حلو. ده اللي متغطي ده طبعا الحته اللي هي باينه دي هي متغطيه. جايه بقى انا بشيل كده لقيتها من الناحيه التانية مش متغطيه. طب ليه كده بقى؟ ليه؟ انا قلت يمكن غلطه، لا لقيت هنا كمان نص متغطي ونص عريان، مش عارفه ليه. بسم الله. حلو جميل قوي 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 وخفيف وطعمه حلو. بس خلاص كده اكون انتهيت من تجربة النهاردة من البسكويت والكحك والبيتي فور. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا يعني برأيي في الحاجات اللي جبتها النهاردة. نلم بقى حاجاتنا كده ونروق الجو، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.